بسم الله الرحمن الرحيم. من سيحسم القمة المصرية بين فريقين الأهلي والزمالك، وهي القمة رقم 234 في جميع المسابقات؟ فاز الأهلي في 103 مباراة قمة، وفاز الزمالك أيضا في 53 مباراة قمة، وحسم التعادل بينهم في 77 مباراة قمة. طبعا المباراة ديت يعني مباراة السوبر الأفريقي، هي مباراة قمة مصرية ومباراة قمة أفريقية. فاز الأهلي طبعا بتتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. الزمالك والاهلي يعني دي مباراه قمه مصريه افريقيه زي ما قلنا. مباراه ما هيش سهله على الفريقين، مباراه صعبه، وطبعا مباراه القمه بيبقى صعب ان انت تتوقع فيه، حتى لو فريق كفته ارجح من الفريق التاني. يعني احنا شايفين طبعا ان الاهلي في الفتره الاخيره فايق، مأدي بشكل كويس جدا في بطوله افريقيا، وفاز في مباراتين دور ال 32. وايضا الزمالك فاز برضه في مباراتين الدور 32 من بطوله الكونفدراليه اللي هو مشاركين فيها الجديده بسنه 2024 25. لكن القمه السوبر الافريقي مباراه صعبه على الفريقين، يعني ما هيش سهله. الاهلي بنسبه الفوز ليه في المباراه ممكن معديه 80%، لكن مباراه القمه مفيش فيها توقع، ساعات بتيجي بنتيجه مقلوبه يعني. حتى لو انت داخل المباراه ومطمن ما بتبقاش كويسه ليك، ان انت داخل وخلاص عارف ان انت فايز في المباراه والفريق التاني داخل يعني. طبعا مش هيبقى الفريق داخل حاطط في دماغه ان هو خسران، بس شايف ان الكفه التانيه ارجح للفريق. لكن المباراه عشان بالمجمل العام المباراة صعبة على الفريقين. احنا بنتكلم قبل المباراة بساعات قليلة، يعني ما عادش وقت كبير على المباراة. النهاردة ان شاء الله المباراة ما فيش فاضل، يعني ممكن حوالي 4 5 ساعات ان شاء الله على المباراة، وانا اتوقع معاكم تشكيل الفريقين طبعا ان شاء الله من حيث اخر مباراة للفريق، وبعد ابرام الصفقات الجديدة في هذا الموسم. لو هنتكلم طبعا المباراة هتتلعب في المملكة العربية السعودية، دولتنا الشقيقة طبعا دولة السعودية واخواتنا السعوديين، على ملعب المملكة ارينا بالرياض. لو هنتكلم طبعا يعني وهنتوقع تشكيل الزمالك، ممكن نتكلم في في حراسة المرمى محمد صبحي. خط الدفاع حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، اتنين مساكين. باك يمين عمر جابر. باك شمال ممكن يلعب محمد شحاتة، ده زي ما لعب في المباراة الأخيرة يعني. هيلعب اتنين نص ملعب، ممكن عبد الله السعيد ودونجا وناصر ماهر، ويتقدمهم عبد الله السعيد كصانع لعب. طبعا مع اسفين انا بقى بس هنكمل الفيديو. انا عارف الزمالك وقع بس هنكمل الفيديو. والمدير ما كملناش خط الوسط. خط الهجوم هيلعب هاف شمال مصطفى شلبي، هاف يمين احمد سيد زيزو، وراس حربة سيف الدين الجزيري. طبعا المدير الفني لنادي الزمالك جوزيه جوميز. ده التشكيل المتوقع، يعني اللي احنا نتوقعه. ممكن يبقى فيه تغييرات الله اعلم يعني، بس ده التشكيل بنسبة 90% الاقرب. ممكن يبقى فيه لاعب او اتنين، لكن ده التشكيل الاقرب. نقول برضو تشكيل الاهلي: في حراسه المرمى هيكون محمد الشناوي، اتنين خط اتنين مساكين: ياسر ابراهيم، رامي ربيعه. باك يمين محمد هاني. باك شمال ده ممكن بقى اللاعب يعني اللي هنشوفه في مباراه القمه، عطيه الله، يحيى عطيه الله. يعني ده ممكن اللي هيكون النهارده مستر كولر ممكن يدفع بيه، لان لعب اخر مباراه في مباراه العوده في دور 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. خط الوسط هيلعب مروان عطيه، اكرم توفيق، ويتقدمهم ممكن امام عاشور كلاعب صانع العاب. هيلعب هاف شمال حسين الشحات، هاف يمين وسام، هاف يمين اسف، هاف يمين هيلعب بيرسي تاو. هاف شمال حسين الشحات، وخط الهجوم هيكون وسام ابو علي. طبعا المدير الفني للنادي الاهلي مستر مارسيل كولر. دي التشكيل الاقرب يعني من توقعاتنا للمباراه، هيكون هو ده التشكيل الاقرب للفريقين يعني. قبل اي حاجه طبعا حابين طبعا يعني نشكر اخواتنا السعوديين والسعوديه طبعا بالاستقبال الجيد طبعا كعادتهم دايما، والمصريين والسعوديين طبعا كلنا اخوات يعني. نتمنى ان شاء الله نتكلم دلوقتي مع لعيبه الاهلي والزمالك المباراه تخرج بالروح الرياضيه. طبعا يعني ان شاء الله مباراه دايما القمه بين الاهلي والزمالك، سواء بتتلعب في بلدنا الغاليه مصر او في بلدنا التانية السعوديه، ان شاء الله بتخرج بالروح الرياضيه. وده اللي احنا يعني عايزين حابين نتكلم فيه قبل اي تشكيل وقبل اي حاجه. كرة القدم يعني كفانا بقى تعصب من كرة القدم. كرة القدم للمتعة، كرة القدم للمتعة. انت النهارده كسبان جمهور الاهلي او الزمالك، النهارده كسبت، الف مبروك ليك وهارد لك للفريق الاخر، افرح ماشي مفيش مشكلة، من غير ما تجرح في الفريق التاني. يعني النهارده الاهلي فاز هنقول له الف مبروك، الزمالك فاز هنقول له الف مبروك،
لكن انت كجمهور اهلي وزمالك افرح من غير ما تجرح او يبقى في مشكله بينك وبين الجمهور الاخر. فالكره للمتعه، واللعيبه كلها اصحاب واخوات في بعض. ده اللي احنا رساله حابين نوصلها طبعا. ده لو هنتكلم ان شاء الله فيها في فيديو بعد كده ان شاء الله، فيديو قادم. الانديه الشعبيه كلنا اخوات، وعايزين ان خلاص التعصب ده يروح بقى من الكوره، والكره للمتعه. كرة القدم للمتعة، زي ما بنشوف في اوروبا. يعني الفرقة بتبقى خسرانة، بتلاقي الفرق بيتسلم على بعض ومفيش اي حاجة، خلاص ال 90 دقيقة انتهوا في الملعب، خلاص اللعيبة كلها اخوات في بعض. النهارده مباراة القمة يعني ممكن تروح للوقت الإضافي، يعني ممكن يبقى في وقت إضافي وركلات ترجيح. لكن يعني التوقع في المباراة صعب. توقع المباراة صعب، لأن احنا بنقول مباراة القمة ممكن تكون انت داخل على الورق كفتك أرجح للمكسب، وكل المؤشرات بتدي ان انت داخل بتفوق، لكن في الملعب وأداء الملعب في التوقيت ده والتشكيلة والتوفيق، أهم حاجة طبعا التوفيق كمان، ده اللي هيكون هو العامل الارجح. فالنهارده المباراه، انا شايف المباراه النهارده 50-50. يعني لو هنتكلم على الاهلي او الزمالك، المباراه 50-50، صعب التوقع فيها. يعني انا شايف ان كمان ممكن المباراه تروح لركلات الترجيح. انا بالنسبه لي شايف ان المباراه ممكن تروح لركلات الترجيح، الا اذا يعني ممكن لو فريق قدر يسجل في بدايه المباراه، هيبدا الملعب يتفتح وخلاص، كل حته التحفظ دي راحت من عنده. لكن لو الشوط الاول والمباراه راحت سجال ما بين الفريقين، قادر على الاستحواذ، ممكن توصل المباراه لقرارات الترجيح. والله اعلم، يعني ده توقع مننا زي ما توقعنا برضو التشكيل. لكن في مجمل نتمنى ان شاء الله المباراه ان شاء الله تخرج وكل التوفيق طبعا يعني للاهلي والزمالك. احنا بنتكلم كمحايدين، اهلي زمالك كلنا اخوات يعني. ونتمنى ان شاء الله المباراه تخرج في الروح الرياضيه، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. وتابعونا عبر قناتنا على اليوتيوب كرة مع المصري ليصلكم كل جديد. وخير ما نختم به الكلام هو الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.